مشاهدينا الكرام، نحييكم عبر قناة شبكة ومجالس قبائل فهم على اليوتيوب في برنامجنا الجديد نجوم فهم. في البداية نتقدم لكم بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، وتقبل منا ومنكم الطاعات، وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عواد. أحبتي المشاهدين، في هذه الحلقة الأولى من نجوم فهم يسعدنا أن نتحاور وإياكم مع شاعر له مكانته الشعرية عرفه جمهوره في ساحات المحاورة، منازلا بارعا وشاعرا قويا بين قرنائه من الشعراء، مر بالكثير من التجارب. نتعرف وإياكم على سيرته ومسيرته، متى بدأ وإلى أين وصل وكيف كانت هي الرحلة. في هذا البرنامج أعزائي المشاهدين نتعرف أيضا على من هم أعوانه ومن هم أعداؤه. في سياق هذا الحوار الشيق والممتع بإذن الله نرحب بكم، وباسمي واسمكم أيضا نرحب بضيفنا وشاعرنا الكريم الشاعر مرزوق بن شدود البرهومي الفهمي. فأهلا وسهلا بكم، فقط انتظرونا بعد الفاصل. في البداية نرحب بك أبو يزن ضيفا في برنامج نجوم فهم، وأنت في الحقيقة نجم لا جدال عليه، فأهلا وسهلا بك عبر شبكة مجالس قبائل فهم. الله يبقيك ويسلمك أبو يحيى، وأنا صراحة شاكر ومقدر لك هذه الدعوة الكريمة وهذه الحفاوة الطيبة. الله يبارك وجهك أبيض. في بداية حديثنا معك نود أن تعرف السادة المشاهدين على البطاقة الشخصية، الاسم والعمر والحالة الاجتماعية. الاسم مرزوق بن شدود البرهومي الفهمي، العمر 38 سنة، الحالة الاجتماعية متزوج وعندي 4 أبناء أكبرهم يزن الله يحفظه إن شاء الله. حفظهم الله لك إن شاء الله. متى كانت بداية الشاعر مرزوق؟ والله أنا طبعا بداية محاولاتي في الشعر المحاورة كانت في الابتدائية تقريبا، الابتدائية، لكني من قبل 10 سنوات طبعا الحمد لله أخذت الثقة في نفسي واعتمدت على نفسي كثير من الشعر المحاورة والحمد لله. والمحاورة شاركت فيها ومتى كانت؟ أنا لا أذكرها بالتحديد، لكنها كان فيها أتذكر أنه كان فيها الشاعر معيوف الشاعر معاوض. الوقت بالتحديد والله لا أذكره، لكن كانت محاورة الحمد لله، يعني كانت بداية خطوة على الطريق باللي. كيف كان شعورك ذاك الليل؟ أنت أول محاورة لك ومع شعراء لهم وزنهم كبار وأقدم منك في هذا المجال. صراحة شعور لا يوصف طبعا. أنا تعرف أني عندي ميول للمحاورة وأحب المحاورة، وكانت أول ليلة لي يعني صراحة فرحت كثير، شاركت مع الشاعر معيوف ونجحت في ذيك الليلة. هل كان هناك قبول من الجماهير بهذا الشاب الواعد اللي خاض هذه الليلة مع كبار الشعراء؟ طبعا نوعا ما كانت بداية، وكان نوعا ما قرأت على وجوه الجماهير أنه نوعا ما هناك قبول. شعر المحاورة شعر يعتمد على الارتجال في نفس الوقت، واجهت صعوبة في هذا المجال؟ لا لم تواجهني، أنا حاليا الحمد لله أني يعني عندي ثقة في نفسي ثقة كبيرة والحمد لله ما تواجهني أي صعوبة. شعر المحاورة يعتمد على البدع والرد، أيهما تكمن قوة الشاعر في البدع أم في الرد؟ طبعا الشاعر القوي طبعا يكون قوي في البدع وفي الرد دائما. جميل. لماذا نجد بعض المحاورات إذا كان الشعراء من نفس القبيلة مثلا أن المحاورة بينهم تكون حماسية وقوية، بينما بعض الأحيان تكون هناك محاورة مع شعراء من خارج القبيلة نجد الحماس يقل أكثر؟ ممكن انه بس عشان انه يكون في مواضيع يتطرقون لها مواضيع معينه وهم فاهمينها، طبعا يكون الحوار على مواضيع معينه يعني معروفه لدى الشاعرين اذا كانوا من نفس القبيله، بس هو هنا تكمن. اكيد في مسيرتك قابلت كبار الشعراء، تذكر لنا اسماء ممن قابلتهم خلال مسيرتك الفتره الماضيه؟
والله أنا قابلت شعراء كثيرين أتذكر يعني. أولا الشاعر معيوف الله يطول بعمره إن شاء الله، معيوف بن محيص الفهمي، هذا مدرسة بحد ذاته صراحة، وأنا تشرفت كثير بمقابلة الشاعر هذا، وصراحة تعلمت منه الشعر كثير صراحة. وفي شعراء آخرين طبعا من عتيبة ومن هذيل، أذكر السفر الدغالبي مثلا، بن طمحي، أذكر من هذيل عتيق والقارحي وعبيد الله القارحي، من سليم عبد الله بن عتقان، والشاعر الله يرحمه دخيل الله الزحيمي رحمة الله عليه، العمدة، كان ملقب بالعمدة، وشعراء كثير صراحة. ممكن تعطينا رأيك في الساحة الشعبية اليوم والشعراء الموجودين، خصوصا أن الآن يعتبر هناك جيل كبير من جيل الشباب في خاضوا هذا اللون وهو لون المحاورة؟ طبعا الساحة الآن مكتظة بالغث وبالسمين، ما طبعا فيها كثير من الشعراء، لكن البقاء صراحة للأقوى وللشاعر اللي يقدر يعني شعر المحاورة كشعر، طبعا بدون مهاترات وبدون مزايدات وبدون شللية. جميل. بمناسبة الشللية، برزت هناك فعلا ظاهرة الشللية بين الشعراء، فتجد لكل شاعر شلة خاصة فيه. هل أثرت هذه الشلليات على لون المحاورة؟ هي أكيد، حتى لو نجحت مع شاعر وقت محدد رايح ينقلب السحر على الساحر. طبعا الشللية شيء صراحة يحز في النفس، خصوصا في شعر المحاورة. هل عانيت أنت من الشللية، وهل أثرت عليك سلبا أو إيجابا؟ لا والله أنا أعاني الآن من الشللية ومن التحزب. طبعا أنا لا أحب هذا الشيء صراحة، لكني في نوع من الحرب صراحة أعاني منه أنا داخل القبيلة فقط. شاعر المحاورة يمثل قبيلته في المحافل الخارجية مع القبائل في الحفلات. هل يجدر بالشاعر أن يعرض قبيلته للانتقاص وللسب في مقابل شعراء آخرين كثيرين مهاترات؟ لا الشاعر إذا كان يمثل قبيلته وحتى يمثل نفسه لابد أنه يتحلى بالصفات الحميدة، يعني كإنسان مسلم وكرجل لازم بده أن يكون يتحلى بصفات حميدة، يترفع عن بعض المهاترات وبعض الأمور اللي يعني تقلل من قيمة الرجل. نعم صحيح. نجد هناك فعلا حتى ألفاظ خارجة عن الذوق العام، وهذه الألفاظ تكاد تكون حصرية بين شعراء المحاورة فقط، بينما تغيب عن شعراء النظم. هو طبعا موجود هذا الشيء، موجود. أنا والله لا أشجع هذا الشيء ولا أحبه طبعا. الشائعات شر يلاحق شعراء المحاورة، فهل هو الشر الذي لا بد منه؟ طبعا لا شر لا بد منه طبعا. خصوصا أي يعني شاعر محاورة، فنان، أي شاعر، حتى شاعر النظم لا بد أن تلاحقه الشائع. ما هي الشائعة التي أضرت بالشاعر مرزوق أو أستاء منها عند نشرها؟ طبعا كان آخر شائعة كانت قبل يمكن سنة، كانوا يقولون إنه الشاعر مرزوق والله اعتزل شعر المحاورة. أنا لم أعتزل ولم أعلن هذا ولم أصل إلى مستوى إني يعني عشان أقدم اعتزال. نعم. هذه آخر كانت شائعة. هناك من يقول أن شعراء المحاورة ماديين أكثر على حساب الشعر، بماذا ترد على هؤلاء؟ في كثير من الشعراء ماديين، وطبعا الصراحة المادة أصبحت الآن شيء أساسي في كل شيء. هناك شعراء ماديين، هناك شعراء يقدرون الدعوة كانت بمبلغ أو بدون مبلغ، لكن الصراحة اللاعب الأساسي هو المادة. صحيح المادة شيء أساسي، ولكن بعض الأسعار تكون مبالغ فيها. بعض الشعراء يطلب مبالغ من 10,000 و8,000، يعني على أحياء يمكن ساعتين أو ساعة ونص، شيء ما يستحق هذا المبلغ.
طبعا تعود لصاحب الحفلة. طبعا إذا كان صاحب الحفلة والله يبغى حفلته تنجح، وطبعا الذهب سعره فيه، في شعراء يستاهلون المبالغ وفي شعراء ما يستاهلون. اللي ما يستاهل ما حد طبعا بيدفع فيه شيء ما يستاهل. ويبدو أن العدوى أيضا انتقلت للصفوف، الآن هناك صفوف محاورة بدأت في التسويق لأنفسها في مجاميع وفي حفلات. طبعا الصفوف هي لاعب أساسي في نجاح الحفلة. نعم. طبعا خاصة عند قبيلة فهم كانوا من قبل، يعني قبل يمكن سنة أو سنتين لا يهتمون بالصفوف، يدعون شعراء بدون صفوف، وكانت جميع الحفلات كلها غير ناجحة. السنة يمكن من سنتين صاروا يهتمون بالصفوف وتنجح الحفلة. طبعا لو ما جبت الصفوف ما نجحت الحفلة. أنا صراحة لا أعارض أي مبلغ يأخذون الصفوف، صراحة يستاهلوا. أيضا كذلك دخلت على الخط هناك مكاتب التنسيق، هل خدمت الشعراء أم هل كانت أيضا لها مصالح مادية ومطامع؟ أنا اللي أعرفه يعني أنا ماني مسجل في أي مكتب، لكني من بعض الزملاء الشعراء أنها استفاد منها ناس وأضرت بناس آخرين. هناك قنوات شعبية ظهرت في الآونة الأخيرة وتكاثرت، لا نعلم ماذا قدمت لكم أنتم كشعراء، هل خدمت الشعر وهل خدمت الشعراء أنفسهم، هل قدمت جديدة على الساحة الشعبية؟ طبعا كشهرة للشاعر خدمت كثير من الشعراء، يعني اللي وصلوا للقناة بطريقة أو بأخرى كشهرة وعرفوا الناس استفاد منها. يعني في عدد مثلا في الدعوات مثلا يصير يروح الرياض، جدة، مكة، الشرقية عن طريق القنوات. يعني أحيانا يكون الشاعر محلي داخل مثلا مكة أو داخل القبيلة ما حد يعرفه إلا عن طريق القنوات، معناته استفاد منها كثير من الشعراء. حقيقة أقيمت هناك مسابقات في بعض القنوات، مسابقات شعرية في الشعر المحاورة بالخصوص، لم نشاهد الشاعر مرزوق ولم يشارك فيها، ما هي الأسباب؟ والله أنا ما شاركت. يعني تقصد شاعر المعنى؟ أنا ما شاركت، لكن عندي إن شاء الله هاجس إني أشارك المرة الجاية دي. طبعا لكني في بعض الأمور أنا لا أحبها، مثل جمع تبرعات أو مبالغ أو يعني مهما وصلت، يعني مهما إني أبحصل على أي شهرة من طريق القنوات دي، لكني لن أتسول أبدا. تقصد التصويت ومراحل التصويت في القنوات هذه؟ حقيقة شاعر المعنى أحدث ضجيج منذ انطلاقه المرة الأولى، وفي السنة الثانية أيضا أحدث هالة إعلامية ورغبة لكثير من الشعراء الآن يطمح أن يشارك في المرحلة الثالثة. ما هو تصورك عن شاعر المعنى وهل ستشارك فيه؟ عندما تشارك في حلقة، احنا شفنا شعراء شاركوا في البرنامج، شعراء كبار يعني خرجوا من حلقتين أو من 3 من البداية وهم شعراء. صح. هناك مثل الشاعر سالم بن سحمان السبيعي، شاعر كبير ذا ومعروف، شارك وخرج في ثاني حلقة أو أول حلقة، وغير شعراء كبار. كيف هي العلاقة بين الشاعر مرزوق الفهمي والشاعر عبد الحميد الفهمي؟ طبعا أنا والله ما أدري وش أقول لك، لكن الشاعر عبد الحميد شاعر من قبيلتنا وصراحة نتشرف فيه ونفتخر فيه. هل يوجد خلاف بينكما؟ هو ما يوجد يعني خلاف بمعنى خلاف، هناك اختلافات يمكن على وجهات نظر معينة، لكن خلاف كخلاف لا يوجد خلاف. ما هي أسباب هذا اختلاف وجهات النظر؟ هل هو على موضوع معين في حفل أم موضوع آخر؟ طبعا هو الشاعر عبد الحميد هذا يعني عندما قام حفلة في مثلا حفلة في جدة اللي هو حفل العودة، عودة الشاعر المحاورة، طبعا وجه دعوة لنوع كثير من الناس وتجاهل وهمش شعراء قبيلة فهم، أنا واحد منهم، وحتى الشاعر معيوف لم توجه له دعوة. من النقطة هذه صراحة أنا أخذت الخاطر على الشاعر عبد الحميد وسألته ليش أنت ما وجهتنا دعوة، يعني مقصرين معاك بشيء. طبعا
فكان ما عنده رد، يعني لا اعتذار ولا رد يعني في الكلام ذا. بعد الحفل هذا تعرض الشاعر مرزوق لحملة مغرضة لا نعرف الأهداف منها، ممكن توضح لنا الأسباب؟ والله أنا لا أعرف لها أسباب مثلكم تماما، لكنه إنه حتى في ناس في يوم من الأيام كانوا أصدقاء مقربين مني، سبحان الله بعد هذه الحفلة انقلبوا علي، والله إلى الآن أنا لم أعرف أي سبب، حتى أنهم هم لا يعطون مجال مثلا للتفاهم أو الاعتذار أو وجهة نظري أو يخلوني أسمع وجهة نظرهم. أنا لا أعلم شيء تماما أبدا. شعر الرجز لون من ألوان قبائل فهم الأصيلة، ولكنه يعتمد على محاولة إثارة الفتنة بين أبناء القبيلة أو التطرق لأشياء لا تليق بالشعراء. ممكن تحدثنا عن هذا الوضع؟ طبعا شعر الرجز لون جميل ومحبوب، يعني حتى عند قبائل فهم وقبيلة فهم والقبائل المجاورة الأخرى مثل هذيل والجحادلة والشنابرة، يعني هو لون يعتبر لون الحرب عند هذه القبائل. دائما إثارة الفتن والنعرات تعتمد على الشعراء المتقابلين. يعني مثلا عندما تسمع الرجز من الشاعر معيوف بن محسن الفهمي، هذا شاعر صراحة علم بارز، يعني مهما مدحت فيه لأنه فيه حق، فما تسمع نعرات ولا تسمع كلام جميل، وتسمع هناك شعراء كبار في الرجز مثل الشاعر سعيد الشنبري. نعم. شو غيرهم من الشعراء، طبعا ما ودي أنسى أحد، لكن الرجز صراحة يعني يعتبر تاريخ قبيلة صراحة. في قبائل فهم هناك قامتين شعريتين حقيقة لا ينكرها أحد، وهم الشاعر معيوف والشاعر معبد الفهمي. بعد هؤلاء العمالقة من سيكون نجوم المحاورة من أبناء قبائل فهم في المراحل القادمة؟ طبعا الشاعر معاود والشاعر معيوف، هالشاعرين يعني صراحة لا يتكررون صراحة. طبعا ظلموا إعلاميا ويمكن حتى ظلموا في قبيلة فهم، لكنهم لن يتكررون. هم من الشعراء النادرين، يعني من الشعراء الكبار مثل مستور العصيمي ومثل صياب الحربي الله يرحمه وعبد الله المسعودي، هذول لا يتكررون. قبيلة فهم حاليا فيها شعراء شباب وفيها إن شاء الله لهم مستقبل إن شاء الله. عندك أسماء تستطيع أن تعرضها أو تؤهلها للمراحل هذه القادمة؟ كشعراء بارزين في واجهة فهم في شعر المحاورة والرجاز؟ نعم. طبعا أنا ما أرشح أحد، لكنه دائما الشاعر القوي والشاعر اللي يتحلى بالأخلاق الحميدة. طبعا الأخلاق أهم من كل شيء، حتى أهم من الشعر. صحيح. الشاعر الخلوق، طبعا دائما الشعر لوحده ترى ما هو ميزة لوحده، لازم جدا يكون الشاعر يتحلى بأخلاق حميدة ويتحلى بصفات الكرم والرجولة والشجاعة في نفس الوقت، وإن شاء الله ربنا كريم. الشعراء المحاورة نجدهم مقلين أو البعض منهم مقل في عملية شعر النظم، ما هي الأسباب من وجهة نظرك؟ هو سبحان الله يعني شعر المحاورة مجال وشعر النظم مجال، يعني قليل تجد من الشعراء اللي يجمع بين هاللونين. نعم. طبعا حتى في شعراء كبار، أنا أتذكر إنه صياب الحربي الله يرحمه كان ما يجيد شعر النظم، هذا اللي فهمته وقرأته عنه، وما هو ضروري إنه شاعر المحاورة لا بد أن يكون شاعر النظم، لكن هناك شعراء يجمعون بين اللونين. الشاعر مرزوق الفهمي أبو يزن بماذا يعد جمهوره من خلال برنامج نجوم فهم؟ والله أنا أعدهم بكل خير، أنا أعدهم إن شاء الله إني أكون عند حسن ظنهم طبعا، لكني لا أحب الشللية ولا أحب التعصب طبعا،
أنا شاعر محاورة، إذا وجهت لي دعوة راح ألبي الدعوة، لكني بدون تعصب وبدون شلل. دعنا نخرج من إطار المحاورة لبعض المواضيع الخارجية والقضايا التي تدور في مجتمعنا. هناك مثار جدل في قيادة المرأة للسيارة، لا نعلم ما هي وجهة نظر الشاعر مرزوق في هذا الموضوع. والله أنا وجهة نظري إنه طبعا عاداتنا وتقاليدنا في مملكتنا الحبيبة أنه لا تسمح للمرأة بقيادة السيارة. أيضا هناك من ينتقص شعر النساء ويرى أنه خصلة سيئة، ولا يجب على النساء أن يقولوا الشعر ولا أن يشاركوا في المنتديات. لا أنا ضد هذه المقولة. المرأة كالرجل من ناحية الشعر يا أخي، وهي بشر عندها مشاعر وعندها هاجس وعندها يعني ما يمنعها، وفي شاعرات حتى من قديم التاريخ ومن قديم الزمان، وأنا أشجع لو أعرف أي شاعرة والله إني أشجعها وأقف في صفها. هناك أيضا قضية أثيرت ألا وهي وجود الشعر المحاورة النسائي. أنا سمعت إنه في شعر نسائي محاورة لكن يعني مرة قرأت في مجلة أو في شيء إنه في القصيم أو في المناطق بعيدة. نعم. الشاعر مرزوق، ما هو ناديك المفضل؟ طبعا أنا أشجع فريق الاتحاد. بماذا يعني ما الذي تطمح له في أن يحقق نادي الاتحاد؟ والله نادي الاتحاد دائما من نجاح إلى نجاح، حقق بطولات كثير وحقق، لكني دائما صراحة أحب أني أرى الاتحاد فائز بكل بطولة. نعود للشعر. هناك من يقول مقولة أن الشعراء وخصوصا شعراء المحاورة رفقاء للجن أو متلبسين بالجن. بماذا ترد أو ماذا تفسر هذا الكلام؟ هل هناك هذا الكلام حقيقة أم أنه افتراء؟ والله أنا ما طبعا أنا نفسي كنفسي كشاعر محاورة أني لا الحمد لله لاني متلبس بالجن، لكن أنا سمعت هذا الكلام حتى أن بعض الشعراء ما شاء الله تبارك الله إذا قال له واحد أنت متلبس بالجن تحصله ينبسط ويفتخر بالشد، وأنا أقول إنه اللي متلبس بالجن إن الله يشفيه إن شاء الله. آمين إن شاء الله. شبكة مجالس قبائل فهم موقع إلكتروني للقبيلة على الشبكة العنكبوتية. لم نرى تواجد الشاعر مرزوق ولا بعض الشعراء أيضا الآخرين، ما هي الأسباب؟ طبعا منتدى قبيلة فهم أو شبكة قبائل فهم صراحة هذا عمل تشكر عليه يا أبو يحيى، وصراحة جهد ملموس وعمل جبار صراحة تشكر عليه. أنا طبعا يمكن لظروف خاصة وظروف عمل إني أكون بعيد عن هذا المنتدى، لكني أعدك إني من الآن إن شاء الله يعني أعطيك وعد إني إن شاء الله سوف أكون قريب من هذا المنتدى. نتشرف بوجودك أبو يزن. في الختام رسالة تحب توجهها ولمن تكون؟ والله رسالتي هي لقبيلة فهم طبعا عامة. أنا يعني واحد من أبناء قبيلة فهم، طبعا لا أحب أني أسيء لأحد أبدا، وأقول أنه من أساء لي في يوم من الأيام الله يسامح، وإذا أني أسأت لأحد بدون قصد طبعا أطلب السماح من الجميع، وشكرا لك أبو. في الختام نتوجه لك بالشكر الجزيل على رحابة صدرك وعلى كرم ضيافتك، ونتمنى أن نلتقي على خير بإذن الله. بيض الله وجهك ومشكور بإحلى وبيض وجهك. مشاهدينا الكرام، ها نحن قد وصلنا إلى مشارف نهاية هذه الحلقة الأولى من برنامج نجوم فهم. نتوجه لكم بالشكر الجزيل على حسن المتابعة، وفي الختام تقبلوا تحياتي وخالص تقديري، ونلتقي بإذن الله في حلقة متجددة ومع نجم آخر من نجوم فهم. إلى اللقاء.